على مر التاريخ الدول كلها استخدمت تكتيكات عسكرية في الحروب، بس في تكتيكات عسكرية خداعة وغير متوقعة استخدموها في الحروب زمان. ده اللي هنعرضه في فيديو النهاردة. تابعوا الفيديو للآخر. تيمور لينك كان عاوز يغزو الهند بعد ما سمع خبر وفاة فيروز شاه ملك الهند، ومات من غير ما يكون ليه وريث. بس واجهت تيمور لينك مشكلة، وهو انه عدد قوات الهند اكبر من عدد قواته. ففكر تيمور لينك في حيلة خبيثة، وهو انه يأمر جنوده بانهم يحطوا قش فوق ظهر الجمال، وبعد كده يولع في القش ده ويطلق الجمال ناحية قوات الهند. ومنظر الجمال اللي بتجري مع منظر النار ده عمل ذعر للأفيال اللي كانوا بيستخدموها القوات الهندية، وفضلت الأفيال دي تصور وتجري وتدوس على عدد كبير من جنود القوات الهندية. وفي الآخر النصر كان حليف تيمور لينك، ونهب كل ثروات دلهي قبل ما يدمرها. سنة 1797 حاولت قوة فرنسية غزو بريطانيا، ولما نزلت القوات الفرنسية على أرض بريطانيا أرسل قائدهم رسالة للبارون قادور قائد الحامية البريطانية عشان يدعوه فيها إلى الاستسلام. فأرسل لهم البارون رسالة بيقول فيها إن هو منتظر تحفيزات جاية له من القوات البريطانية، وده خلى القوات الفرنسية تخاف وتنسحب وترجع لبلادها. معركة الفرما كانت آخر معركة بين الفرس بقيادة قمبيز الثاني والمصريين الفراعنة بقيادة بسمتك الثالث. في المعركة دي اتهزم المصريين، وكانت نتيجة ده إن مصر خضعت للحكم الفارسي. وخلال المعركة الفرس رسموا على الدروع بتاعة الجنود قطط، وغير كده جابوا قطط حية علشان تمشي بين كتائب الجنود في المعركة، وده اللي خلى رماة السهام المصريين يرفضوا ضرب جنود الفرس بالسهام عشان خايفين على حياة القطط، وده السبب طبعا تقديس المصريين القدماء للقطط. تميز القائد القرطاجي هانيبال بالذكاء وباستخدامه تكتيكات عسكرية مش متوقعة. وفي واحدة من المعارك البحرية مع واحد من الملوك المواليين لأعداء الرومان أرسل هانيبال رسول للملك ده، وده عشان يعرف السفينة اللي موجود فيها. ولما بدأت المعركة كان مكان تركيز الهجوم على السفينة دي بالذات، وكمان رموا أواني فخارية مليانة تعابين على سفن الأعداء، وده طبعا اتسبب في ذعر وهرج ومرض في صفوف الأعداء، وده اللي خلى هانيبال يكسب المعركة دي، وده بالرغم من انه كان بيمتلك عدد جنود وسفن اقل. لما صار اهل بابل ضد حكم داريوس الاول عرض زوباريوس ابن واحد من مساعديه خطة غير تقليدية على الملك داريوس عشان يرجعوا المدينة تاني ليه. الخطة كانت بتنص على ان يكسب زوباريوس ثقة اهل مدينة بابل، وبعد كده يضعف التحصينات اللي موجودة جواها، وده علشان تتمكن القوات الفارسية انها تستولى على المدينة مرة تانية. بس ازاي هيتمكن زوباريوس من انه يكسب ثقة اهل بابل؟ زوباريوس قطع انفه وودانه الاتنين، بعد كده راح لاهل بابل وقال لهم انه اختلف مع داريوس الاول، فصدقوا كل اهل المدينة وادوا له قيادة حماية المدينة. فبدأ يضعف التحصينات وهجم الفرس على المدينة ونجحوا في انهم يستولوا عليها. يوليوس قيصر حاصر القوات الغالية اللي موجودة في واحدة من الحصون المنيعة، فيوليوس قيصر أمر ببناء جدار حوالين الحصن علشان يمنع الغاليين من جوه الحصن من مهاجمة القوات الرومانية. ولما جت القوات الغالية من المناطق القريبة علشان يدعموا قواتهم المحاصرة، فكان المفروض يوليوس قيصر ينسحب عشان ما يبقاش محاصر بين القوات اللي موجودة في الحصن وقوات تانية جاية عنه. بس يوليوس قيصر أمر ببناء جدار تاني خارجي عشان يحمي القوات الرومانية من القوات الغالية، وفعلا بنوا الجدار ونجحت خطتهم بسبب ان القوات الغالية معرفوش يقتحموا الجدار، وبسبب الجوع القوات الموجودة جوه الحصن استسلمت وخضعت بلاد الغال ليوليوس قيصر. خلال معركة مايلينج بين القائد سان بن وعدوه بانك تشوان، أوهم القائد سان بن عدوه بأنه قاله إن جيشه اتفكك وأعداد كبيرة منهم هربوا ورجعوا لبلادهم، وبدأ يقول لجنوده إنهم يولعوا نار أقل بالليل، وفعلا نجحت خدعتهم، وأرسل القائد بانج تشوان عدد أقل من جيشه، وده اللي خلى النصر يبقى حليف القائد سان بن في النهاية. في الحرب العالمية الثانية الجيش الروسي حط طيارات قديمة وبطيئة في مواجهة الطيارات الألمانية الحديثة والسريعة، والغريب ان الطيارات الألمانية معرفتش تصيب أي طيارة من الطيارات الروس، وده لأن الطيارات الألمانية كانت سريعة جدا، وكان النصر حليف الجيش الروسي. القائد الصيني تشانج تشون اتحاصر في أحد الحصون لحد ما خلصت كل السهام اللي في الحصن، فأمر القائد الصيني قواته إنهم يقرعوا الطبول كخدعة للعدو إن الرماة بيستعدوا إنهم يقذفوا السهام، وده اللي خلى العدو يقرع الطبول ويرموا عليهم كمية سهام كبيرة. فأمر القائد الصيني بجمعها علشان يستعملوها ويضربوها على العدو،
وفي اليوم اللي بعده سمع العدو قرع الطبول، فافتكروا انه هيبقى زي امبارح ومش هيرموا اي سهام. بس اللي حصل عكس كده خالص، رمى القائد الصيني عليهم كمية اسهم كبيرة جدا، وهم كمان ما حموش نفسهم بالدروع عشان كانوا فاكرين ان قرع الطبول خدعة. في الحرب العالمية الأولى غرقت الغواصات الألمانية السفن البريطانية، فالجيش البريطاني لجأ لحيلة ذكية علشان يقضي على الغواصات الألمانية. فعملوا ايه؟ جابوا السفن بتاعتهم وغيروها علشان تبقى شبه السفن التجارية، وده عشان هم عارفين ان الغواصات الألمانية بتضرب السفن التجارية بالرشاشات ومش بالتوربيدات، وطبعا كانت بتطلع على سطح المية، ودي كانت فرصة السفن البريطانية انها تضرب الغواصات وتقضي عليها كلها. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.